اليوم رح شارك معكم على طلب بعض الصبايا السمك المقلي. اللي حابب يعمل هاي الوصفة على عيد رأس السنة جربوها كثير رح تحبوا الطريقة. أهم شي بهاي الوصفة تنقوا السمك المناسب للقلي. أنا استخدمت هوني سمك الدنيس، ولازم ننتبه إنه السمك اللي بدنا نقليه يكون متوسط الحجم، ما بتسوى تكون السمكة كبيرة لحتى تقرمش من برا وتستوي من جوا وتنشف ميتها. رح أحضر للتتبيلة عندي ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة، ملعقة كبيرة كمون، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملعقة صغيرة ملح طعام، وعندي ملعقة صغيرة بابريكا حلوة ناعمة. راح أضيفهم على الخلاط أو على محضر الطعام اللي بدكن إياه. حتى فيكم ما تخلطوا إذا بدكم، بس هيك بحس بيطلع الخليط أنعم ومتجانس أكثر. للخليط رح ضيف عصير ليمون، ليمونة أو ليمونتين حسب كمية السمك المستخدمة. عم نضيف عصير الليمون، وبدي أضيف ملعقتين كبار زيت زيتون، وكمان بدي أضيف شوية كزبرة. إذا ما عندكن كزبرة فيكن تحطوا البقدونس، بس أنا بفضل الكزبرة. هيك شوي يعني شي حوالي الملعقة كزبرة مفرومة أو باقة صغيرة بالإيد، قبضة إيد. وبدي أحط ملعقة كبيرة ثوم مهروس، وبدي أحط ملعقة صغيرة دبس فليفلة حرة اختياري. إذا ما حبيتوا تضيفوها لا تضيفوها، فيكن تستبدلوها بالشطة الحرة، البابريكا الحرة، وفيكن تستغنوا عنها. بخلطهم مع بعضهم وهيك صاروا جاهزين لتبل السمك فيهن. طبعا الخطوة الأولى تنظيف السمك. أنا هون منظفة السمكات، شلت الزعانف اللي ما بدي إياهن وشلت الحراشف، ونظفت قلب السمكة وفركتها بملح خشن. حتى حطيت لها رجعت شوية خل نقعتها شوي، وبعدين غسلتها منيح بالمي، وطبيتن طب بهاي الجاط لحتى تنزل أو تصفي كل ميتهم. بفتحها وبطبها طب لحتى تنزل كل المي، تقريبا شي نص ساعة بتركن هيك. بعدين بشيلن وبنشفن منيح، ما بخلي عليهم سوائل لحتى يتشربوا التتبيلة. صبايا بالنسبة لتتبيلة السمك، الشغلات الأساسية اللي ما بنستغني عنها لو شو ما كان هي الكمون والكزبرة والثوم وعصير الليمون. باقي الأشياء حرية شخصية، فيك تضيفيها فيك ما تضيفيها، بس هدول أساسيات لحتى تحصلي على نكهة سمك مميزة. هون عم بجرح السمكات لحتى يستووا معي ويتشربوا التتبيلة. بجرحن من الجهتين، كل جهة بعمل جرحين. وهون بدي أضيف التتبيلة وبدي انقعهم أقل شي بتتبيلتن ساعتين لحد ال4 ساعات. آه فيني قلكن قبل بيوم، بس السمك كثير حساس، يعني اللي ما بتجي عنده الكهرباء على طول أكيد ما في يحط السمك ليلة كاملة بالبراد وتقطع الكهرباء عليه ويخرب السمك. كثير سهل إنه يفسد. فبيوم اللي بدكن تجهزوا فيه هاي الوصفة حاولوا تتبلوهن قبل مرحلة القلي ب4 ساعات. بتبل السمكات، بخلي التتبيلة تفوت بالقلب وبهاي الجروح اللي عملتن، وبعدين بغطيهن وبتركن 4 ساعات. بهالأثناء بدي أحضر صوص طراطور أو صوص الطحينة. حطيت ملعقة صغيرة ثوم مهروس، حطيت فنجان طحينة وضفت له شوية مي لحتى فكك قوام الطحينة وخليه يصير أبيض ورخو أكثر. بزيد مي شوي شوي لحتى أحصل على قوام متوسط الكثافة. بدي أرجع أضيف عصير الليمون، فما بضيف مي كثير، يعني على الهدا شوي شوي لحتى أحصل على قوام مثل هذا القوام اللي مبين معكم. بعدين بضيف عصير الليمون. طبعا الثوم المدقوق ضيفت له ملح، فمشان هيك ما ضفت ملح هون بهاي المرحلة. بس أوصل لهذا القوام بيكون الطراطور جاهز عندي. طبعا الطراطور فيكن تضيفوا له بقدونس، فيكن تضيفوا له كزبرة. هون عم بشارك معكم طريقة صوص تاني. حطيت عصير ليمون، حطيت كمان ثوم مهروس، وحوالي ملعقة طعام كزبرة خضرة مفرومة ناعم، وفينا نضيف لها كمان حر إذا حبينا. هون عندي كوب دقيق متعدد الاستعمالات، بدي أضيف له ملعقة كبيرة نشا، نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة ملح، وكمان بدي أضيف البهارات ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملعقة صغيرة بابريكا ناعمة، ملعقة صغيرة كزبرة يابسة. بخلطهم مع بعضهم، وإذا حسيتوا فيهم تكتلات يفضل ننخلهم لحتى نحصل على مزيج ناعم قبل ما نغطس السمك فيهم.
هون بعد ما نقعت السمك بحاول شيل عنه الصوص الزايد لأنه ما بدي يكون في سائل كتير، بنشفه حتى من قلبه. وبعدين بغطسه بالطحين، بدي أعمل طبقة طحين رقيقة وبحط كمان بقلب السمكة من جوا لحتى كمان هاي الطحين يتشرب كل السوائل. بحاول كمان بعد ما إني أغطها بالطحين إني شيل كل الطحين الزايد عنّا، ما بدي طبقة طحين سميكة لحتى ما يفصل الطحين عن السمك ويعمل طبقة عجين وتخرب يخرب شكل السمكة، فهيك بتكون جاهزة للقلي. مرحلة القلي مهمة كتير، أول شي بحمي الزيت كتير كتير، بدي أقلي السمك على ل3 دقايق على زيت حامي كتير كتير، وكل دقيقة بقلب السمكة لحتى تستوي. أخذت معي السمكة 15 دقيقة، لاحظوا كل دقيقة كنت أقلبها. ليش ما بدي تحترق من تحت ومن فوق تضلها مش ماخدة لون، إذا نسيتها بتحترق وبنتزع شكلها. كل دقيقة بقلبها. طبعا حجم السمك له دور كبير، بس هاي المرحلة كتير دقيقة وبدنا ننتبه لها. بعد ما أحطه على 3 دقايق زيت حامي بخفف النار، بخلي درجة حرارة الزيت توصل ل160، وبقليه بين 10 ل15 دقيقة حسب نوع السمك، وأكيد حسب حجم السمكة كمان. هون لما بدي أحط السمك الثاني ما بحطها فورا، بستنى ليرجع يحمى الزيت، بحميه على 180، برجع بستنى عليها 3 دقايق بقلبها كل دقيقة، وبرجع بخفف الغاز كمان. لما أخفف الغاز بدي ضلني أقلب السمك، يعني مش بس أول 3 دقايق، بدي أقلبها لحتى تستوي بين 10 و15 دقيقة. هون السمك جاهز عندي، رشيت عليه رشة بابريكا مشان يعطي لون حلو، وشوفوا هالنتيجة اللي أكثر من رائعة. عن جد طلعت بتشهي من أطيب الطرق اللي بعملها. طبعا صبايا هاي الوصفات كلها بعملها كرمالكن عم تطلبوا مني، فيعني عم بتكلف كثير مشان انزلكن الوصفات، فبدي دعم. بتشكركم من كل قلبي أكيد، كل اللي عم بيعلق لي وعم بيحط لي لايك وعم بيحضر الفيديوهات، واللي مش عم يحضروا بتمنى تشجعوني لحتى توصل صفحتي وقناتي لأكبر عدد من الناس. بتمنى تكون الوصفة عجبتكن، وبتمنى لكم سنة خير إن شاء الله، كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله سنة 2025 تحملكن كل شي حلو بتتمنوه. شاركولي الفيديو على صفحاتكن، ولا تنسوا إني بحبكن كثير، واستنوني بوصفات جديدة. باي باي.